السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى مش بيصلي وبيكلم بنات ومعلوماته في الدين تكاد تكون معدومة، وعامل كل حاجة غلط، ويقول لك في النهاية عايز واحدة محترمة. مش دي المشكلة، المشكلة كمان انه بيزعل لما واحدة محترمة ترفضه، وبيشوف هي قد ايه جات عليه وظلمته. القاعدة بسيطة جدا جدا: عايز واحدة محترمة انت لازم كمان تكون محترم. عايز واحدة بتصلي انت لازم كمان تكون بتصلي. عايز واحدة مش بتكلم ولاد انت كمان لازم تكون مش بتكلم بنات. لذلك لو انت مش شايف نفسك سيء او انك مش على خلق حاليا، حاول تحسن بنفسك قد ما تقدر، عشان حتى على الاقل تاخد حد بيحاول يحسن من نفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد شبهه. لذلك كما قال الله عز وجل: الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. وان كان اجتمع او اختلف البعض عن هذه الايه للزواج او مش للزواج، ولكن انا مؤمن جدا ان ربنا بيدي كل واحد شبهه. لذلك حاول تحسن من نفسك عشان تاخد حد بيحسن وحد كويس. حاول تصلي عشان تاخد حد بيصلي. لذلك الصفات ببساطة جدا، الصفات اللي انت عايزها في شريك حياتك لازم اولا تكون فيك انت.